السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أي شيء اشترك في القناة وحط لايك علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. معانا مزرعة للبيع 5 فدان، مزرعة للبيع 5 فدان مسجلة خالصة. الأرض يا جماعة قريبة من الأسفلت أو على الأسفلت مباشرة، مزروعة تين شوكي، فيها 7 صوب خضار جاهزين للزراعة. الأرض أصلا يا جماعة مزروعة بتطلع إنتاج، فيها 7 صوب خضار جاهزين للزراعة، مزروعة تين شوكي. كمان قريبة من الأسفلت، فيها خزان مية خرسانة، خزان مية خرسانة. ري نيلي يا جماعة من الترعة دائم 24 ساعة، ري نيلي من الترعة دائم 24 ساعة. كمان يا جماعة الأرض فيها غاز طبيعي وكهرباء عمومية، وطبعا الكهرباء بتصلح لجميع الأغراض. طب ليه يا جماعة الأرض اللي معانا فيها كهرباء عمومية وكمان غاز طبيعي وفيها كل الإمكانيات دي وفيها كل الخدمات دي؟ هقول لحضراتكم ليه. لأنها قريبة، تعتبر قريبة من البلد نفسها أو من مركز العياط نفسه أو من القرية، من القرى اللي حواليها. فعلشان كده يا جماعة فيها كل الخدمات. كمان قريبة من محافظة الجيزة أو قريبة من الجيزة، أسفة، قريبة من الجيزة 45 كيلو. وكمان بينك وبين القرية نفسها أو البلد نفسها 5 دقايق. كمان كاملة المرافق. طبعا كمان فيها المية، فيها مية شرب، مية شرب. وطبعا زي ما احنا قايلين فيها خزان مية خرسانة، معمول لها خزان مية خرسانة. للري النيلي طبعا من الترعة. الري ده يا جماعة دائم 24 ساعة. كمان مزروعة تين شوكي وفيها 7 صوب خضار جاهزين للزراعة. الأرض بتاعتنا يا جماعة موجودة في الجرازة، مركز العياط، تبع محافظة الجيزة، في الجرازة. العنوان بالظبط يا جماعة عشان الناس اللي بتسأل على العنوان، مع العلم ان انا ببقى قايلاه. هقوله تاني. موجود قطعة الأرض أو المزرعة اللي معانا موجودة في الجرازة، مركز العياط، تبع محافظة الجيزة. كمان بينك وبين الجيزة نفسها 45 كيلو، وبينك وبين القرية تعتبر بالظبط 5 دقايق. كمان كاملة المرافق زي ما قلنا، فيها مية شرب وطبعا جميع الخدمات، انت قريب من جميع الخدمات. طبعا يا جماعة الارقام اللي موجودة داخل الفيديو دي ارقام صاحب المزرعة، او حضرتك اتصل فون او ابعت واتس، وطبعا هو هيرد عليك بنفسه. الأرض اللي معانا مميزة جدا، 5 فدان. سعر الفدان يا جماعة 95,000 جنيه، سعر الفدان 95,000 جنيه. طبعا يا جماعة زي ما قلنا الأرض موجودة في الجرازة، مركز العياط، تبع محافظة الجيزة. الأرض 5 فدان وسعر الفدان 95,000 جنيه. والأرقام الموجودة داخل الفيديو. لو حابين تتواصلوا أو تسألوا على أي معلومات أو أي حاجة أنا ما قلتهاش أو أي تفاصيل، اتصلوا بالأرقام اللي موجودة داخل الفيديو، طبعا هم هيردوا عليكم. كمان يا جماعة عاوزة أنبهكم على حاجة قبل أي شيء. حاولوا ان انتوا تسألوا على الأرض وتسألوا على كل حاجة أو أي حاجة هتشتروها. حاولوا تسألوا عنها وعن هل هي الأرض مضمونة ولا لأ، واسألوا عن كل التفاصيل. طبعا أنا معرفش الأرض الزراعية أو المزرعة بيسأل فيها فين. حاولوا يا جماعة تسألوا واعرفوا كل حاجة قبل ما تحطوا فلوسكم. مش معنى ان انا بقول كده يبقى الحاجة اللي انا بعرضها مش مضمونة، لكن انا بحب اكد على الناس ان دايما يسألوا على اي حاجة قبل ما يشتروها، انا عرضها او غيري عرضها. وانا بقول الكلام ده يا جماعة لله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.